السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما ابدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجة بنعملها. اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناة. النهارده جبنا حبة مشويات كده من السوق. الحاجة في السوق تعتبر شبه رخصت شوية، الحمد لله. ربنا يرخي الاسعار زيادة، بس الفراخ هي اللي غليت. يعني هم يرخصوا الخضار يغلوا في الفراخ، يرخصوا الفراخ يغلوا في الخضار، فربنا يرحمنا برحمته. فطبعا الخضره بقت حلوه. هو لسه اي نعم التلاتة بخمسة، او انا جبت الخمسة ب10، بس الحزمه حلوه ملوها يعني. البتنجان بجميع انواعه ب 12 جنيه النهارده. جبت كيلو وربع ابيض وكيلو وربع اسمر. انا بحب اعمل محشي البتنجان الاسود، بطعمه جميل قوي. اللي عنده انيميا حلو قوي الحديد. البتنجان برضو بتاع الشويه اللي هو الكوبي دون برضو ب 12. جبت كيلو وربع ب 15 برضو. يعني انا جبت ب 45 جنيه بتنجان. والكوسه ب 20. جبت كيلو كوسه برضو اعملها محشي. هنعمل محشي مشكل، بس يعني اعمله مع نفسي بقى كده. الطماطم دي ب 18 جنيه الكيلو. انا جبتها اداني الاثنين ب 35، يعني رخصت اهي. وفي ب 20 وفي ب 25، بس في ناس بتبيع في اسعار. لف في السوق وشوف الاسعار الارخص واشتري منه. الملوخيه دي كيلو ونص ب10. انا كنت قطفتها خلاص، مش ما بجيبهاش متقطفه، انا اللي قعدت قطفتها. بحطها في كيس وتقعد عندي في التلاجة كده اسبوع. اغسل حبه اخرطهم اعملهم طازه بطازه. الفلفل بجميع انواعه ب 16 جنيه. الرومي الحراق. الليمون ب10. جبت كيلو ليمون، قلت هخزن منه حبه وعين حبه في التلاجة. ابداوا بقى ايه اللي عاوز يخلي الليمون. الزيتون طبعا غالي السنه دي ما جبناهوش. الخيار كيلو وربع ب 15، الكيلو ب 12. والجرجير الحزمه بجنيه ونص. جبت حزمتين ب 3 جنيه. وجبت حزمه نعناع، بس كنت غسلتها بقى ووديتها على ترابيزه السفره ب5 جنيه. جميل جدا النعناع برضو اليومين دول حلو قوي قوي. والنهارده بقى هنعمل مع بعض. هخزن لكم بس حبه ليمون كده، فيديو قصير. بس اليومين دول الليمون كتير وحلو في السوق. في ب8 وفي كيلو ونص ب10. احلى الليمون في السوق ب10 جنيه. فعاوزه تخليلي، عاوزه تخزني، يعني هو ده الحاجه الوحيده الرخيصه في السوق. فطبعا تجيبي الليمون. احسن طريقه انا عملتها اللي هو الليمون بجيبه وبغسله بعينه زي ما هو كده في الفريزر. بتطلعي الليمونه بتفك وتقطعيها، بتبقى فيها ميه وبيبقى جميل جدا. عاوزه بقى تعصريه وتعمليه مكعبات تلج وتحطيه في اكياس، برضو بيبقى حلو. بس اللي عنده وقت، انا ما كانش عندي وقت في اليوم ده لاني كنت هعمل حاجات محشي. فقلت ايه، انا هعينه كده. وبرضو مره تانية اجيب نص كيلو اعصره واعمله مكعبات في الفريزر. فاحط الكميه دي. انا قسمت الكميه او خدت حبه صغيرين حطيتهم عشان لما انزل تاني هجيب تاني. طبعا عملت في كل كيس 10 ليمونات كده يبقوا عندي في التلاجة بينفعوني. حتى لو الليمون مغليش بطلع الليمونتين انضف، يعني تعصرهم على فراخ متبله حاجات من دي، يعني لغسيل الفراخ والحاجات دي. دي طريقه جميله جدا وانا مجرباها وحلوه وبتقعد من السنه للسنه. ممكن تعينيه في ورق كده في التلاجة لو مش في الفريزر. يقعد معاكي بشهر. يعني لو في ورق كده اهو ممكن يقعد شهر او شهرين كمان لو تلاجتك حلوه. وممكن تحطيه تكلفتيه بورق حراري وبرده تحطيه في الفريزر. يعني اللي عاوز ما يحطوش في كيس يعني. فدي طريق كذا طريقه يعني لتخزين الليمون في التلاجة او في الفريزر. فطبعا اليومين دول الحقوا الليمون قبل ما يغلى هو كمان، لان كل حاجه بتغلى محدش ضامن الظروف ايه. خزني لك بس قد كيلو ليمون كده في الفريزر يبقى ينفعك لاي طوارئ. ساعات الواحد بيبقى ايه، عندك برد عندك اي حاجه. ولو عجبكم الفيديو حط لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.